أهلاً بيكم في قناة حكاية ورا كل باب. هنا بنعيش مع بعض قصص من قلب الواقع، قصص ممكن تكون حصلت لك أو لحد تعرفه أو لسه هتحصل. كل باب ليه حكاية، وكل حكاية وراها وجع أو درس. والنهاردة معانا قصة من متابع كريم بعتلنا حكايته ووافق نشاركها معاكم علشان تكون عبرة لكل واحد ممكن يكون بيكرر نفس الغلطة وهو مش واخد باله. تعالوا نسمع حكايته من البداية. أنا اسمي كريم، عندي 37 سنة، متجوز من 8 سنين. كنت شاب عادي، ابن ناس بسيطة. أمي أرملة من وأنا عندي 15 سنة، وأختي الصغيرة كانت لسه طفلة، وشلت مسؤوليتهم مع أمي لما أبويا توفى. كبرت، اشتغلت، وربنا كرمني وبقيت بوظيفة كويسة، وقررت أتجوز. عرفت داليا عن طريق واحدة صاحبتي، كانت بنت من عيلة محترمة، شكلها حلو ومثقفة. في البداية كانت لطيفة، بتتكلم باحترام، وبيني وبينكم خطفت قلبي. أمي وأختي مرتاحوش ليها، بس قلت يمكن غيرتم، يمكن مش متعودين على واحدة مختلفة كده. اتجوزنا، وفي أول سنة جواز بدأت ألاحظ حاجات. كل مرة أزور أمي ترجع داليا متضايقة، كل مرة أقول أساعد أختي في مصاريف دراستها ترد ما أنت عندك بيت ومسؤوليات، أمك وأختك مش عيال صغيرة. كنت بحاول أوازن، بس داليا كانت بتعرف تخليني أحس إني قليل لو ساعدت أهلي، تقولي ما تبقاش ابن أمك كده، وكنت بضعف وأسكت. مرت السنين وأمي كبرت في السن، وأختي اتخطبت، وما كنتش قادر أساعدها زي زمان. اتخليت عنهم بإيدي علشان بيتي، علشان مراتي وولادي. وفي يوم رجعت بيتي وما كنتش قادر أبص في وش داليا. أول ما قلت لها أمي كانت في المستشفى وأنا معرفتش، قالت لي بكل برود: طب ما هي دلوقتي أحسن، صح؟ أنت مش بتعرف تفصل بين بيتك وأهلك. ساعتها حسيت إن في حاجة انكسرت جوايا. دي مش شريكة حياة، كانت حاجز بيني وبين أهلي. خدت قرار صعب، روحت على بيت أمي. نمت هناك، حسيت إني إنسان تاني. ابني حضني وقال لي: بابا إحنا هنبات هنا، المكان ده ريحته حلوة. ضحكت من قلبي لأول مرة من سنين. رجعت لأهلي، لبيتي الحقيقي. بدأت أزور أمي كل يوم، أصلح علاقتي بأختي وأعوضهم اللي فات. وابتديت أخلي مراتي تفهم إني مش هشيل ذنب تاني، وإن أمي فوق أي حد. بس لحقت نفسي قبل ما أخسرهم للأبد. لو أنت مكان كريم كنت هتعمل إيه؟ وهل الزوجة من حقها تتحكم في علاقتك بأهلك؟ استنوا قصص تانية من الواقع، وشاركنا رأيك في التعليقات.